السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم محمد اللي انضرب بالطاسة من مراته. معلش سامحوني مش عارف أتكلم. بصوا أهي، ضربة هنا أهي وضربة هنا. ما علينا. أنا كل اللي حصل يا جدعان هي حاجة واحدة بس. إيه هي؟ أنا صاحي من النوم على الصبح لقيتها بتقول لي انت مفيش حاجة متغيرة فيا. قلت لها اكيد. مش عارف عادي يعني متعود كل ما انا اشوفها الصبحية هي نفس الخلقة هي نفس الشكل. قعدت نرفزتني بكلمة. انا كل اللي عملته ضربتها بنية وخبطة صغيرة. يا دوبك يا جماعة اديت لها ظهري وراحت مدياني واحدة غدر داخلة على المطبخ بسرعة سريع. معلش مش عارف اتكلم بس افهموا مني على قد ما تقدروا. يا دوبك اديت لها ظهري من هنا وراحت الولاية جايبة الطاسة ودب بدب بدب بدب. انا ببص في ايه لسه بقول في ايه لسه مد وشي بلف وشي زي ما انتوا شايفين اهي خبطة هنا اهي خبطة وخبطة. بصوا دراعي ده يرضي ربنا. دي ولية مفترية وعليها ربنا بإذن الله. ربنا اقول ايه حسبي الله ونعم الوكيل. خليكم معايا افهموني بس حاولوا افهموني ماشي. ولقيت الضرب دب 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 زي ما انتوا شايفين كده طبعا. بصوا ضرب بافتراء. انا عايزكم تساعدوني بحاجه واحده بقى. انا عايز حد يخلعني من الولايه دي باي طريقه. هديكوا هديه اللي هيخلعني منها عليا الضمان لا اديله هديه ملها حل. وهقول لكل الرجاله بعد اذنكم اوعى في يوم تدي الامان لمراتك ولا تهزر معاها هزار. ده بص هزار بوابين مش هزار بني ادمين. والله لو بهزر مع واحد صاحبي ما هيخلي وشي كده ولا هيخلي شكلي كده ولا منظري ده كده. ده هزار بوابين ما اعرفش جابت العافيه دي كلها اصلا منين. بس معلش هي ضربتني بحاجه حاده. حاجه حاده يعني لما يعني طاسه. اعمل ايه لقيت دي بيديش اتعملت جزامه على الدغري. اتعملت جزامه. فانا عايز حد يساعدني خلصنا من الولايه دي وهديله هديه. هديه فوق الخيال مش هتتخيلها. وفي نفس الوقت بقول لكم خلي بالكم من حريمكم اوعى الهزار معاهم. تهزر معاها يبقى بينك وبينها بتاعي اقل حاجه بتاعي 10 متر 15 متر. عايز اكمل لكم على حاجه برضه صغيره كده اقول لكم عليها. في مره ماشي معاها ماشي في امان الله انا وهي على جنب. فالمهم ايه فرحت بصراحه ربنا شفت واحده عسولة قوي اموره مش قادر اضحك من بقي. المهم رحت عكستها بقول العسل دوت مش العسل ده مش الواحد متجوز غفير. وراحت التانية بسم الله ما شاء الله عليها طبلت ودن مش على حد. المهم لقيتها بص بالبواني دب 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 دب. انا اتعملت جزمة قدامها. وهي برضه غدارة بتضرب ضربات يعني عارف الاماكن اللي بتوجع ضرب. المهم ايه بعد ما خلصت عليها ضرب خالص راحت موقفة تاكسي بس هي تشكر يعني عامة بعد ما ضربتني وطحنتني. راحت موقفة لي تاكس وراحت موداني على المستشفى جري. المهم دخلت المستشفى. الدكتور بيقول لي ايه يا عم ده يا عم الضرب ده ومش الضرب ده. قلت له ما بص مش قادر اتكلم. وانا ببص عليها فهو عايز يقول لي هي اللي ضربتك. رحت قلت له راح فهم الدكتور. انا حجزت 3 ايام. 3 ايام يعني معنى واخد علقه لو حرامي مش هياكلها. المهم الدكتور جاي بيقول لي ايه حجز 3 ايام. قعدت ال3 ايام وفرحان ان انا قاعد بعيد عنها. كنت عايز اقول للمستشفى هاتولي قوه تقعد لي هنا عشان انا خايف الولاد دي ممكن تيجي تخلص عليا. ما هي خايفه برضه تخش ممرضه اروح معاكسها تروح مخلص عليا نهائي. المهم ايه قعدت بعد كده ال3 ايام خلص راح الدكتور بيقول لي ايه خلاص انت النهارده ان شاء الله اذن خروج. رحت باصص للدكتور قلت له ليه قال لي ليه هو في حد يا ابني يبقى هو انت فرحان بقعدة المستشفى يعني مثلا ولا ايه؟ قلت له مش فرحان انا حد ينجدني من الولايه دي يا جدعان حد يرحمنا منها الولايه دي عافيه وهتموتني.
قال لي بقى هي بقى، فالدكتور بيقول لي بقى هي دي اللي عملت فيك كده؟ قلت له اه هي اللي موتتني. فابوس ايدك، ابوس ايدك، قعدني معاك في المستشفى هنا. المهم قال لي لا خلاص انا هكلمها وبتاع، مش هخليها تضربك تاني وبتاع، حب يصلح بينا. فهو بيصلح بينا، قلت والله الكلام ده كله ما هيحصل يا دكتور، ده هي بتقول لك حاضر وماشي وحاضر وماشي. قال لي ما انت اكيد في حاجه غلط. قلت له انا كل اللي عملته قلت لواحده ست ايه العسل دوت. بس انا كنت بقول بالراحه، بس هي عليها طبلة ودن مش على حد فعلا. المهم يا جماعه زي ما انا ما قلت لكم، محمد زي ما قلت لكم كده. نعم يا ست الكل. نعم. بتعمل ايه؟ ولا حاجه بقى، عادي بلعب مع العيال، بتكلم مع العيال، اي حاجه. نعم اموري. كنت بتتكلم بتقول ايه عليا؟ كنت بجيب في سيرتك كل خير. اه. اسألي الدنيا كلها صح يا عيالي؟ صح. اهو العيال بيقولوا الصراحة صح. طب يلا والله. قوم من مكانك وشيل الكنبه ديت عشان عايزه اكل الحته بتاعتك ايه انا بالمنظر دوت انت خليتيني نافع اصلا تاني اشيل حاجة ولا احط حاجة؟ انت انا عايزة بقول مني لك ايه قوم تاني؟ احسن لك. مش قادر، انا بموت. انت هتقوم ولا ايه نظامك معايا؟ الطاسه اتكسرت بس في حاجات تانية كتير. كنت بتقول ايه عليا؟ كل خير يا ام احمد، كل خير. كنت كل بجيب في خير. سيرتك في كل خير بصراحة. كل يوم من ده. اياك تاني مره ما تحش ولا تاخد بالك من اي حاجه تخصني، كل حاضر. يوم من ده. حاضر. ماشي. ايوه كده. وانت لسه عندك معدات تاني؟ كل اللي انت عايزه هتلاقيه. مش كفاية الطاسة اتكسرت؟ خسارة الحاجة دي. خساره الحاجه مش خساره فيك والله. يا جماعة والله ما حد خساره فيك. ينجدني، حد ينجدني، دي مش بقى دي هتموتني. حد ينجدني بسرعة.